انت عارف ان امريكا هددت حلفائها قبل كده ان هي تحاربهم وتدمر اقتصادهم بسبب مصر؟ سنة 1956 العالم كله كان على اعتاب حرب عالمية تالتة، بس الغريب ان اللي وقف جنب مصر في الوقت ده مش الاتحاد السوفيتي، اللي وقف جنب مصر امريكا. طب ايه اللي خلى امريكا اكبر قوة في العالم ساعتها تهدد بريطانيا وفرنسا؟ وازاي اسرائيل انسحبت رغم ان هي كانت كسبانة الحرب؟ ايه السر اللي خلى امريكا تختار مصر وتقف جنب مصر قصاد بريطانيا وفرنسا واسرائيل؟ القصة بتاعتنا النهاردة مش على حرب وبس، القصة بتاعتنا النهاردة قصة سيطرة غيرت خريطة الشرق الأوسط لحد النهاردة. خلينا مع بعض نرجع خطوة لورا لما عبد الناصر قرر يأمم قناة السويس. قرار من رئيس الجمهورية بتأميم الشركة العالمية لقناة السويس. قرار هز العالم، مش بس قرار اقتصادي لكن لانه كسر سيطرة اوروبا على اهم ممر في العالم كله. بريطانيا وفرنسا اعتبروا القرار ده اعلان حرب، راحوا اتفقوا مع اسرائيل على خطة سرية. اسرائيل تخش تهاجم سيناء، بعدها بريطانيا وفرنسا يتدخلوا قال ايه بحجة حماية قناة السويس من الحرب، وده العدوان الثلاثي على مصر. الخطة كانت ذكية وسريعة ونجحت، بس فجأة كل حاجة اتغيرت وحصلت مفاجأة كبيرة غيرت مجرى الأحداث خالص. أمريكا قالت لهم لا، مفيش الكلام ده. ايزنهاور رئيس أمريكا في الوقت ده هدد بريطانيا وفرنسا، قال لهم لو ما انسحبتوش هنضرب اقتصادكم ونحاربكم اقتصاديا ونوقع عملتكم وهنسيب بلدكم تنهار. طب ليه؟ ايه اللي يخلي أمريكا تعمل كده مع حلفائها؟ الحقيقة ان الإجابة ان أمريكا ما عملتش كده حبا في مصر مثلا، لا طبعا. امريكا عملت كده بسبب الحرب الباردة. هفهمك واحدة واحدة بالراحة احنا نقصد ايه. في الوقت ده العالم كان مقسوم لقوتين، امريكا والاتحاد السوفيتي، ودولة زي مصر عندها ممر مائي مهم زي قناة السويس بالنسبة للاتحاد السوفيتي او امريكا عبارة عن جايزة كبرى. امريكا ايقنت وعرفت حاجة مهمة جدا، امريكا لو دعمت هجوم فرنسا واسرائيل وبريطانيا على مصر، مصر هتجري الاتحاد السوفيتي وهتبقى انضمت مع الاتحاد السوفيتي ضد امريكا. وطبعا ساعتها لو مصر كانت عملت كده الشرق الاوسط والبلاد العربية كلها كانت ممكن تعمل زي مصر وتضيع من ايد امريكا. بس على فكرة ده ما كانش السبب الوحيد اللي خلى امريكا تقف جنب مصر في الوقت ده. امريكا كانت بتفكر في حاجة اكبر واخطر بكتير. امريكا كانت عايزة تنهي عصر الامبراطوريات القديمة. بريطانيا وفرنسا كانوا لسه فاكرين نفسهم حكام العالم وهم اللي مسيطرين على كل حاجة. امريكا كانت عايزة تغير ده، امريكا عايزة تبقى هي قائد الجديد للعالم والقائد الوحيد. فالعدوان الثلاثي على مصر ده كان فرصة ذهبية بالنسبة لامريكا تكسر هيبة اوروبا وتورث هي السيطرة على الشرق الاوسط وعلى العالم كله. طب واللي حصل بعد كده بقى كان صدمة للعالم كله. بريطانيا وفرنسا تراجعوا وسابوا قناة السويس، واسرائيل انسحبت من سيناء، ومصر خرجت من العدوان الثلاثي منتصرة وقوية جدا سياسيا. بس الحقيقة بقى ان من بعد اللحظة دي والحرب دي العالم كله اتغير. بريطانيا وفرنسا خلاص انتهى عصرهم، ما بقوش هما اللي بيحكموا العالم، دلوقتي بقى في امريكا، وامريكا بقت هي اللاعب الاساسي والمسيطر على الشرق الاوسط لحد النهارده. القصه طبعا مش ان امريكا حبت مصر ووقفت معاها، القصه ان امريكا بصت لمصلحتها ولعبت بذكاء. السؤال بقى تفتكر امريكا اللي وقفت مع مصر زمان ضد العدوان الثلاثي هي امريكا اللي بتحارب ايران النهارده؟ ولو عايز تشوف فيديوهات تاني زي دي تفهمك السياسه بالراحه واحده واحده، اعمل سبسكرايب في القناه واكتب لي في الكومنتات مين اكتر دوله شايف ان هي بتلعب اللعبه صح دلوقتي، امريكا ولا ايران؟